مواجهة فاروق بن مصطفى وضربة جزاء أهلاوية في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، الدقيقة 47 من اللقاء، وضربة جزاء أهلاوية ومحمد بركات فتى الأهلي الجميل بركات، وأخيرا هدف الأهلي يسجل، الأهلي يتقدم بعد 5 ضربات جزاء ضائعة للأهلي هذا الموسم. محمد بركات ينجح في تتويج مجهوده في الشوط الاول واحراز الهدف الاول للنادي الاهلي، هدفه 18 مع النادي الاهلي في المسابقات الافريقيه. محمد بركات الدقيقه الثانيه من احداث مكمل في الركنيه، بركات بيدور والعرضيه والراسيه والجول الثاني، الجول الثاني متعب بوز دبلتك روح لحبيبتك، يا حلوه قوي يا بركات، راح لحبيبته مع شوطه الكوره، مش قصدي حاجه ثانيه ما تفهمونيش غلط، على طول بركات حطها له على القائم البعيد، كان قاطع وشايف وعارف وحافظ، كره واحده من هجمه واحده اتعملت حلوه قوي، قطع اتحرك تحرك نموذجي لراس الحربه، لكن يا عم ده يا بخت اللي عنده بركات، يا فرحته يا هناه يا سعده اللي عنده محمد بركات حلوه قوي، هدف جديد لمتعب، الهدف الرابع لمتعب في البطوله عشان يبقى هو هداف الاهلي بجداره في هذه البطوله. اتصعبت المهمه اكتر على وضربه جزاء هديه ونور حضريه، يا ابن اللعيبه حطها في المقص اليمين، ولا اكرامي ولا ابوه، تقول لي ابوك ان حارس عظيم، ولا اكرامي ولا ابوه يقدروا يعملوا لها حاجه، لكن نور حضريه عاد اللقاء الى نقطه السخونه من جديد، حطها في المقص صعبه قوي، راح شريف وحط ايديه العكسيه وايديه اليمين، ولو عنده ايد ثالثه ولا يقدر يعمل لها حاجه، حطها حلو صحيح، يعني صعبه جدا. تبقى النتيجه 2 الاهلي 1. البنزرتي طبعا عاد من جديد للقاء في الدقيقه 65 بعد ما تقدم النادي الاهلي لعماد متعب وقبليه بركات. عماد متعب ما فرحناش بالجون 3 دقايق،